انت منهجك منهج ثابت ما تغيرش، لا رغبه ولا رهبه، ولا ان انت ساذج. بعد يقول لك انتوا شويه سذج، والمخابرات والامن القومي والجيش بيستخدمكم وبيخدعكم، والاخوان خدعوكم. ده الكلام برضك البعض بيقول ان انتوا الاخوان ضحكوا عليكم والجيش ضحك عليكم. والله احنا سذج. يعني والله الساذج اللي هو قال عنده انا عندي خبره 80 سنه وقال لك انا اقدر اخش في صدام مع الجيش ومرسي راجع، هو ده الساذج. هو ده الساذج اللي عارف لا واقع داخلي ولا واقع خارجي، ولا عارف موازين القوه ولا عارف التاريخ. الساذج اللي متخيل اللي بيقول الله اكبر البوارج الامريكيه اقتربت من السواحل المصريه. ده الساذج. فاكرين بس روعه بتقول الله اكبر البوارج الامريكيه اقتربت من السواحل المصريه يا روعه، عشان امريكا بقى تيجي تعيد مرسي للكرسي. ده السذاجه ان امريكا هتيجي تنصر الشريعه، امريكا هتيجي تنصر الخلافه، ان امريكا حتى مع العدل والانصاف والحريه. دي السذاجه. ان قعدوا يقولوا للناس ان لا امريكا مش هتسكت والغرب، وقعدوا يقولوا ايه؟ احنا عايزين بحقوق الانسان نفضح الجيش. تطلعوا قدام مين؟ عشان نوري الصور بقى والدماء وكده، فنفضحهم قدام حقوق الانسان. يا سلام يا اخويا، حقوق الانسان؟ هي امريكا عندها حقوق انسان؟ هو اللي بيحصل في جوانتانامو ده ايه؟ ناس قاعدين 13 سنه بلا محاكمه بيتعاملوا معامله الحيوانات. اللي بيحصل في ابو غريب ده كان ايه؟ الجنود الامريكان اللي كانوا بيجولوا على المصحف وبيغتصبوا النساء عشرات المرات ده كان ايه؟ اللي حصل في مالي كان ايه؟ واللي بيحصل في غزه اليوم ايه؟ وهل امريكا يعني طبعا؟ ولما حماس كسبت في الانتخابات في 2006 امريكا قالت عليهم منظمه ارهابيه. ولما الجزائريين فازوا بالانتخابات فرنسا قالوا عليهم ارهابيين ودعموا الجيش الجزائري. وفرنسا عملت ايه في الاسلاميين في مالي؟ يعني عايز اقول الساذج اللي متخيل ان امريكا والغرب وفرنسا وبريطانيا هيقفوا مع البشار الاسلامي وهيقفوا معاه، او اللي مش فاهم الموازين العالميه تقتضي ان الصدام ليس في مصلحه الاسلاميين الان.